السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بادئه معاكم الفيديو من بالليل لان احنا نزلنا المية الساعة 6 الصبح، فبادئه معاكم اخده معاكم اليوم من بالليل. طبعا فيها تطبيق، فعملت قهوتي الحلوة ودخلت البلكونة كده، كان في نسمة هوا جميلة قوي، شربتها ونيمت ولادي لان طبعا لو ما ناموش هيقرفوا، وخدت كده ايه حاجه خفيفه على ما جوزي يجي واتعشى معاه. بحب الجبنه البيضاء بالمخلل الحراق قوي والشيبسي. وتابعت المسلسل بتاعي رندا، كنت قايله لكم مش عارفه فيديو المشتريات هنزل لكم قبل ده ولا بعد ده، بس بتهيألي بعد ده. تمام، قعدت بقى ازقز لب كده ومزاجي رايق والعيال نايمين وكل حاجه، وجينا الصبح حضرت لهم المايوهات وصحتهم ولبسوا وانا لبست. طبعا الحلو في الكلام ده ان احنا مش مجهز لها، فمش عامله اكل، مش عامله اي زيطه، مش فاهميني. الحاجه اللي انتي ما بتجهز لهاش بتطلع احلى بكتير من ان انتي تقعدي تجهزي لها. ليه؟ لان انتي بتاخدي وقت كبير في التجهيز، بتبقي اصلا رايحه مرهقه، مش عارفه تستمتعي. فالحاجه اللي بتيجي على غفله دي بتبقى تحفه. انا يوميها جوزي كلمني بالليل، كلمني على الساعه 12 كده، قال لي ايه رأيك نروح بدري البحر؟ قلت له ماشي. رحنا بحر بورفؤاد، لان بحر بورسعيد كان فيه شوية دوامات وحاجات كده، والبحر اليومين دول اصلا حواراته كتير. واتفاجئنا ببحر بورفؤاد يا جماعة، بجد المية مسطرة، هتشوفوا معايا كل حاجة. ده كده الكوبري، احنا بنروح من بورفؤاد، انا بقول بقى ايه للبنات اللي مش بورسعيدية اللي عندي، لا اما من على الكوبري وده اسهل لي لان ده اقرب لبيتي، او بنروح من عند المعدية. المعدية ابعد من بيتي شوية، بس أما بنحب نطول الفسحة يعني، حتى مروحين منها، هتشوفوا كل ده في الفيديو. هنا دخلنا بقى وخلاص وصلنا، هو ده مدخل البيتش اللي احنا رحناه. ده كان ايه، كان على التفريعة كده، قبل ما تدخلوا على التفريعة في بورفؤاد، هو ده مكانه. دخلنا بقى، ده المدخل بتاعه كبير، هو كذا بيتش في بعض. اول واحد اللي احنا دخلناه ده، ابقوا قولوا لي يعني لو حابين، يعني البنات اللي بيسألوني لما ننزل بورسعيد نروح فين وكده، لو حابين، هو اسمه هو توليدو. رهيب يا جماعة، رهيب. هو التيكت الفرد ب200، الاطفال مش بيدفع عليهم حاجة، وليكي انك تطلبي من الكافيه حاجة ب100 جنيه من 200 ديت. احنا زودنا شوية وطلبنا فطار، هوريهولكوا. زودناش كتير، تقريبا 20 جنيه او حاجة لكل فرد. على روقانه وهدوءه وكل ده جماعة يستاهل، والله والله بجد يستاهل. احسن ما اروح مكان زحمة وابني يتوه ما شوفهوش وكده. احنا كنا هنا والله العظيم روقان. احنا كانت الساعة هنا تقريبا 7:30 او 7، مش فاكرة. الارزة الصغيرة اهي، بقول لها لسه عديكي، لقيتها عدت هي لوحدها. اللي جوه ده كان كافيه، ممكن تيجي تقعدي فيه بالليل. قعدته جميلة جدا، بس لما بتيجي تقعدي في الكافيه مش بتدفعي مينيمم تشارج اللي هي ال200 دي ولا اي حاجة، انت بتدفعي على حسب طلباتك بس. لبسنا البتاع دوت البنت اقلع طيب اقلع. بصوا، اول ما دخلنا شايفين لسه اصلا هدومه دي هيروح بيها. احنا حتى يا جماعة من السرعة ما جبناش هدوم نروح بيها، شايفين يعني الدنيا كانت خفيفة قوي. بصوا لي بقى على الجمال، سبحان الله سبحان الله بجد. انا ليا فترة يعني كل اللي عايشاه في بورسعيد، انا مولودة في بورسعيد، ما شفتش البحر رايق كده حقيقي بجد والله العظيم. يعني بقالنا كذا سنة نروح امواج بقى، الموجة تدينا في ظهرنا تطلعنا قدام عند الشمسية. لكن ده كان والله رايق ده روقان، لا لا فلتر ولا اي حاجة، ومصورة كمان بكاميرا جوزي. فبصوا، هي كانت الشمس لسه ايه ما حميتش، انتوا هتشوفوا دلوقتي لما الشمس تحمى برضو هيبقى المنظر مش طبيعي. والله سبحان الله، الجنة بقى فيها ايه بجد والله العظيم، الجنة فيها ايه، اما الارض محمد فيها حاجات حلوة كده. المسدس اللي هي بتلعب بيه ده، انا بابا كان جايبه لهم
المصيف بتاع السنة اللي فاتت، بس بصوا هو مكملش معانا. يلا مش برضه. ابويا بقى بيشوف الفيديو، بابا هات لنا مسدس تاني. فقعدنا بقى القعده الرايقه دي بجد يا جماعه، ما كنتش عايزه اروح عايز من اقول لك ان الروقان. البحر حلو مع انك التصوير تفصلي كده والرمل كل كده فتره مش والتانيه، حد انك شكله فظيع. تفصلي. نزلنا الميه طبعا، ده كان بعد ما نزلنا الميه، انا ما كانش في حد معانا بقى يصورنا واحنا في الميه. يبصوا اول ما الشمس بدات تطلع، منظر روعه، منظر الرمل مع الميه، وقعدنا نتمرجح في المرجحة دي كتير جدا. وعايزة اقول لكم حاجة، كان في كابوريا كتير قوي في الرمل، انا مصورة فيديو ليها هتشوفوه دلوقتي وهي بتطلع من الرمل. سبحان الله بجد. شفنا بتاع انا شفت بتاع اربع كابوريات. بيصطادوهم ازاي دول؟ يعني انا كان كل علمي ان الكابوريا دي بتطلع من المية تقريبا. وانا بس انا عارفة ان هي عايشة في الرمل، هبقى ادخل على اليوتيوب واشوف بيصطادوا الكابوريا دي ازاي. ابني اول مره يحب اهي شفتوا الكابوريا دي. بصوا هي كانت قاعده تبص لي، انا اول ما قمت اصلا طلعت تجري، دخلت جوه الرمل بتاعها. انا كنت بقفل عليهم الرمل بتاعهم دوت، عشان كنت بخاف قوي ان هما يقرصوا ولادي وكده، عشان بيلعبوا بالرمل عندهم. قرصتهم والقبر دي. بجد مش اخر مره هروح. ما تناميش يا ديدا، ماما. نعم. عايزه تلعبي دي؟ ماشي، ما يجي بابا قولي له يودينا تاني. ماشي. لا. خايفه. لا ما تخافيش. بصي بابا وقطه بيتمرجحوا ازاي. اليوم كان حلو بكل تفاصيله. هنا بقى انا كنت لبستهم، غيرت لهم هدومهم كلها، وكلنا لبسنا ولمينا حاجتنا ونضفنا مكاننا. اهم حاجه يا جماعه نضفوا مكانكم. اي نعم هما بياخدوا فلوس على السيرفيس وعلى كل حاجه، بس نضفوا مكانكم برضو. والله العظيم انا ما بحبش اشوف حد، يعني راجل كبير يجي ينظف مكاني. دي بتموتني، والله العظيم بتموتني. انا دايما اول باول كده، والمكان شايفين مليان بساقط، على طول بقى اول باول برمي. قلنا بقى عشان احنا مش جايبين هدوم انا وجوزي، كنا مبلولين. هندخل بقى على ما الفطار يجي ونلعبهم في الكيدز اريا شويه. فيها كيدز اريا بالمناسبه، انا نسيت اقول لكم، السنه اللي بيروحوا يعني معاهم اطفال وكده. هي الكيدز اريا صغننه كده بس جميله قوي، يعني هتشغلهم عنك شويه. بس يا حبيبتي، بس يا ماما. طبعا ما انتوا تقولوا لي رويدة دي اكتر حاجه بتكرهيها في حياتك ايه؟ هقول لكم الرمل. انا بكره الرمل والله العظيم. يعني انا كنت نشفت شويه، رحت بلا نفسي تاني، شلت الرمل اللي على رجلي ده كله، لان هنا بقى الدنيا نظيفه، بقى نجيله وكده، في الدنيا نظيفه. وقعدت هنا. نعم. ماشي. قعدت لغايه ما جوزي راح يجيب الاكل. شايفين البتاع اللي هناك دي بينفخوها، وبتبقى زي بول صغير كده فيه صابون، بيلعبوا بيه بالكوره والكلام ده. كنت بقول لجوزي اسال ده بيعملوه امتى، عشان كنت عايزه اجيب ولادي فيه وكده، بس نسينا نسال اصلا. فقعدت اتفرج عليهم شويه، وقعدت لي في الشمس بتاعت الوقت ده ملهاش ضرر خالص. هي الشمس بتاعت الساعه 9 8. الشمس دي كلها فيتامين د، زي شمس الغروب برضو. دخلنا جوه بقى في الكافتيريا من جوه، في الكافيه من جوه. وعملنا ايه؟ قعدنا ناكل. الاكل كان جميل وطالع سخن تحفه. انا بقى بعمل ايه؟ بعمل ميكس بين الكاتشب العادي والكاتشب السبايسي. بقى انا بحب الميكس. هنا كنت بقول لجوزي جربه كده، وحبه جدا برضو. انا من وانا صغيره كنت بعمل كده، بحبه قوي. تقولوا لي ما تجيبي كاتشب اصلا سبايسي، اقول لكم لا، هما الاتنين على بعض بيدوا فليفر تاني خالص. خرجنا بقى، وبرضو اليوم لسه ما خلصش، خليكم معايا. رحنا. احنا كده كنا خارجين من المكان، كنا هنا لسه في برفقات. فجوزي قال لي ايه رايك بقى نطلع من عند المعديه، يعني نخلي القصه احلى بقى وكده كده، بقت احلى كده. طبعا احنا فاصلين، متخيلين فاصلين ازاي؟ بس من حلاوه اليوم كنا مبسوطين جدا.
قادر ان انا اخرج بعيالي واتبسط، لان طبعا كل اللي معاها عيال فهماني بجد، بيمرمطوني اخر مرمطه. لا انا كنت بنزل الميه وسايبه ولادي على الرمل ونازله لوحدي بعوم لوحدي، دي حاجه ما حصلتش من 3 سنين. والله بكلمكم جد، بقالي 3 سنين ما استمتعتش كده. جبنا بقى قصب، رحنا كده حته في التلاتيني، ده احلى واحد تشربوا عنده قصب، هتلاقوه عند محل روبيان، انا مصوره لكم قدامه بالظبط. وهنا كنا وصلنا البيت بقى خلاص، دخلنا كلنا نمنا طبعا كلنا لسه فاطرين وشبعانين، نمنا. وصحيت على الساعة 6 كده، طبعا ما لحقتش اعمل اكل ولا اي حاجة خالص، فقلت ايه ما تصعبيهاش على نفسك يا رويدة. رحت جايبة الزبدة دي، سيحتها في الميكرويف عشان كنت عايزة اعمل اكل بسرعة. انا في الشتاء بسيب الحاجات دي في التلاجة، السمنة والزبدة. في الصيف بحطهم برا عادي في دولاب الخزين، ضلفة الخزين. جبت بقى شوية لسان عصفور ومرقة. طبعا الطريقة دي بصوا لو جربتوها والله زي اللي جربوها في المطاعم هيلاقوها نفس الطعم. ودي في حالة ان ما عندكيش شوربة في التلاجة. بجيب لسان العصفور، ولازم التركاية انك تحمريه كويس جدا. ليه؟ عشان ما يشربش الشوربة. مش كتير منكم يفتحوا عليه بعد شوية يلاقوه شرب الشوربة كده وحجمه مضاعف. لا انتي لو حمرتيه كويس جدا كده لما لونه يبقى بني، عمره ما هيشرب الشوربة، وهتشوفوه دلوقتي في الاخر. فانا حطيت معاه طبعا مرقه لاني ما عنديش شوربه. بحب انكهه بقى ايه بالحبهان، ما كانش عندي مستكه برضو، والبصل بودر وملح وفلفل بس، ما بحطش اكتر من كده. بصوا هنا انا كنت طافيه عليه اصلا وشايفين ما شربش الشوربه بتاعته. كنت بعمل شويه مواعين كده على الخفيف بتاعت عشا امبارح، وولعت لهم برضو على لبن، لان طبعا النهارده الغدا ده مش كويس، فقلت نزود ايه القيمه الغذائيه. طبعا من الحلاوه ان انتي او اللي يخلي نفسيتك زي الفل ان انتي تكوني عامله البيت كله قبل ما تروحي مشوار فيه بهدله كده. بس يا بنات، وده كان الفيديو بتاعنا. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. وانا سبت لكم الصور اللي صورناها النهارده، ما تنسوش الليمون على العظمه اللي احنا عاملينها دي. ولو وصلتوا لهنا صلوا على النبي في الكومنتات عشان اعرف ان انتوا وصلتوا لهنا، واللايك والسبسكرايب الحلو اللي زيكم. واشوفكم في فيديو تاني، مع السلامة.